السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. وصفة جديدة ان شاء الله. اليوم غادي نصوب معكم مملحات بالدجاج وبالورقة ديال الطورتيه. الصراحة كيجيو بنانين وغزالين حتى في الشكل ديالهم. تبعوا معايا المقادير وطريقة التحضير، وكنتمنى اللي شاف هاد القناة لأول مرة منساش يشترك في القناة ويضغط على زر الجرس باش يتوصل بالوصفات اللي كنحط. الوصفات اقتصاديين وسريعين ودغيا كيوجدوا. ونبداو الوصفه ديالنا على بركه الله. هنايا عندي الفلفل حلوه في الالوان الصفار والاحمر والخضر، وشويه ديال الشامبينيون معلب وبصله مميل صافي. المهم قطعتهم مع طريفات صغيورين بزاف، وزدت عليهم شويه ديال الزيت الروميه وشويه ديال الزيت البلديه، وغادي نشعل عليهم العافيه ونشحرهم. وهنايا كنضيف شويه ديال الملحه صافي. هنايا بداو كيتشحروا، غادي نحركوهم مزيان حتى تخلطوا لينا هاد المكونات، وغادي نخليهم يتشحروا حتى يهبطوا لينا هكذايا هاد الخضر. وصافي بالنسبه على ذكر الخضر اللي بغات تزيد خيزو محكوك او الكورجيت تقدر. انا المهم درتهم بحال هكذايا. هنايا زدت الصدر ديال الدجاج مقطع طريفات صغيورين. تقدروا تعوضوا بالصدر ديال هذاك الديك الرومي او لا دند. هنايا عندي ورق ديال او الخبز ديال الطورتيه ولا ديال طاكوس. كنقطعوه بهذا القطعه هذه. المهم انا كنشدها بالفوطه على حسب. المهم كتجرحني في يديا. هنايا درت التوابل، ولكن درت غير الاعشاب العطريه اللي درت زعيطره، ودرت ديك الضمه ديال الثومه، ودرت هذا فيه شويه الحرور. التوابل ديال لي باط. وشنو مازال ولي بزار صافي. هنا صوص صويا. صافي في الاخر غادي نزيد شويه ديال الربيع مقطع. صافي داكشي اللي درت. ما درت لا التحميره لا الحرقوم لا الكمون، داكشي كامل ما درتو. اكتفيت بالاعشاب المنسمه واعشاب العطريه. صافي داكشي اللي درت. هنايا قطعت داكشي اللي غيقدني. المهم درت واحد المول كبير فيها 12 و 12 يمكن، واحد اخر فيها 6 يعني 12. المهم هاد الكميه هذه كفاتني دوك هذا ديال. المهم هذوك ديال 24 حبه كما كتشوفوا هنايا. صافي المهم كنحطهم على هادي وكنهبطهم بواحد الكاس. صافي كيجيو مقادين، غير حاولوا ما يتقطعوا باش مني ديروا ديك باش ما تهبطش لينا القاع ديال المول ويتلصقوا لينا. صافي المهم ساهلين مهلين دغيا دغيا. هنايا غادي نوجد لاباري اللي غندير من الفوق. هادو راه كيجيو بحال اللي كيش بحال. درت 2 بيضات، وغادي ندير واحد الكاس ميان هكذايا ديال كريم فريش. الا بغيتيو ديروا صوص بيشاميل ديروها. صافي زدت عليها شويه ديال على هاد البيض شويه ديال البزر وشويه ديال الملحه. وعاد غادي نزيد كريم فريش وشويه الحليب والفرماج محكوك خليته حتى للاخر. الا بغيتو تزيدوا شويه تقدروا تزيدوا. صافي هنايا القياس ديالي واحد الكاس صغير ماشي كاس كبير. هنايا درت غير واحد نص كاس هكذايا حيت جربت الفيديو داكشي علاش ديال الحليب. صافي غادي نطربهم مزيان. وكما شفتوا راه ما درت لا توابل لا والو، درت غير البزر والملح صافي. هنايا غادي نوزع ديك الحشوه في الداخل ديال هادو. الصراحه جاتني ديك الكميه ديال الحشوه وحتى ديال ديك الصوص نيشان راه كيجيو زوينين حتى بكريم بيشاميل كما قلت لكم صوص بيشاميل. صافي هنايا غادي نحاول ندير القياس، ما غاديش نعمرهم حتى الفوق حيت هاد سميتو كتنفخ كطلع.
صافي كاين اللي كيدير فيها شويه ديال المايزينا والخميره، ولكن انا كتعجبني بحال هكذا كيجيو خفاف بزاف. صافي هنا عندي الفرماج محكوك، ديروا اي فرماج محكوك موجود عندكم ديروه. صافي غادي نحاول ندير شويه شويه هكذايا من الفوق. ودابا راه سخنت الفران من الفوق ومن التحت. صافي غادي ندير الفرماج وغادي نزين بشويه ديال هكا طريفه ديال الزيتون كحال، وغادي ندخلهم يطيبوا. صافي استمريت بنفس الطريقه حتى ساليت هادو اللي عندي عمرتهم كاملين، وهادو راه قربوا يطيبوا. غادي نخرجهم من الفران وغندخل الاخرين كما كتشوفوا، ها هما طابوا من الجناب وراه ما كيتلصقوش. حيدهم حدهم باقي سخانين شي شويه. صافي المهم كيكونوا هكذايا كيكونوا زوينين الصراحه، عجبوا البنات. كيجيو بنانين. كما قلت لكم الحشوه تقدروا ديروا باي حاجه موجوده عندكم وتوفر عندكم، سواء الطون اولا الكروفيت اولا الكفته. اي حشوه الحشوه كتعجبكم ديروها. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وما تنسونيش من لايك وتعليق والبارطاج القناه مع الاحباب ديالكم. الصراحه القناه راه هبطت عندي بزاف بزاف، ما تنسوش ليا اللايك، تشجعوني باللايك وتعليق. المهم كيجيو بحال هكذايا كيجيو غزالين، وفي نفس الوقت المذاق ديالهم لذيذ بزاف. متاكده غادي يعجبوا هكذا الاولاد ديالكم، الدراري الصغار ينفعوا حتى هكذا تعطيهم الدراري المدرسه. توجدوهم هكا في الليل وفي الصباح تسخنوهم كيبقاو لذاذين. وكما قلت لكم تقدروا تنوعوا في الحشوه. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وشكرا لكم بزاف بزاف على المتابعه، وبسلامه عليكم الى فيديو جديد ان شاء الله.